اليوم في عنا أكلة حرة بإصبعه مرتبة وعلى طريقتي، عزيمة لأكثر من 10 أشخاص. بسم الله ما شاء الله. جاييني بكرة ضيوف بيت جدي جايين لعندي. قررنا انه نعمل حرة بإصبعه، فخالتي اللي بتكون اخت امي، يعني انا هون عندي خالة، قالت لي انه انت جهزي كل شي غراض وانا رح اساعدك ورح اقلي الخبز والبصل ببيتي، وبجي منطبقها سوا للأكلة. فأنا بلشت من قبل بيوم وغليت شوية تمر الهندي، يعني المسا، نقعته شوي بمي سخنة، بعدين غليته غلوة، وبعدين عصرته كتير منيح لحتى ما ضل فيه سوائل أبدا. مثل ما شايفين حطيت هون نص كيلو من التمر الهندي. وهي هي الأكلة أكلة هيك بنات وجمعات صبايا، فنحن كتير بنحب انه نعملها، وهي المرة قررنا انه تكون عندي. بس خالتي ما حبيت انه كتير تتعبني، قالت لي انه انا رح ساعدك فيها. هو الصراحة الصعب بهي الأكلة قلي البصل والخبز، لأنه بدها كمية كتير كبيرة، وبتطالع كتير كتير ريحة البيت. فخالتي قالت لي أنا رح خلصك من الصعب وأنت اعملي لي الأشياء البسيطة وأنا بطبق لك إياها. وهن جايين لعندي يعني معايدة، أنا ما أجوا لعندي قرايبيني بالعيد، النسوان يعني، الرجال إجت عايدت كلها بعضها، بس النسوان هون بعد العيد بتعايد بعضها. فمنه معايدة ومنه هيك جمعة حلوة للصبايا. هلا المسا بعد ما عصرت التمر الهندي كتير منيح وصفيته على أكثر من مرحلة، حطيته بالبراد، تاني يوم بنلاقيه فورا جاهز للطبخ. هلا فقت الصبح بدي اعجن العجينه للحرة باصبعه. هي اصولها الحرة باصبعه تنعمل بالعجين، في عالم بتحط لها معكرونه، بس هي اصولها بالعجين. عجنت 2 كيلو من الطحين. هلا بدي لكم يعني هاي الشغله ركزوا عليها. العجين تبع الاكل ان كان شش برك او حرة باصبعه ما بده خميره ابدا، حتى زيت يعني اذا بدكم ما بتحطوا له، فقط مي وملح، طحين ومي وملح. فهون انا حسيت انه بدها شوي تنعيم، هيك بنقطه زيت حطيت معلقتين من الزيت ونعمتها كتير منيح، وبعدين قرصتها هيك يعني دوائر صغيرة، وحطيت طحين على الصينية مثل ما شايفين، وعم قرصها بهالشكل هاد، بحيث انه لما بدنا نفردها ما تكون كتير كبيرة وتعذبنا. هلا تركتها ترتاح لمدة ساعتين او 3، يعني اذا كان الجو عندكم مو بارد فيكم كمان تجهزوا العجينة من المسا كمان بيصير، بس انا خفت انه كتير تختمر وتنفش. وبرجع بقلكم ما حطيت لها خميرة ابدا، فقط ملح وزيت وطحين، وشوي شوي زودت المي وعجنت فيها. هلا هيك صارت عجينتنا جاهزة. غطيتها بالستريتش وبقماشة مخصصة فقط للأكل، طبعا أنا هدول القمايش بستعملهم، وبعدين تركتها ترتاح. هلا هون بلشت التجهيزات، باقي شي ساعة ونص أو ساعتين تقريبا لحتى يوصلوا ضيوفي. حطيت العدس خليته ينسلق على مهله، حطيت كيلو من العدس، هذا الكيلو بيعمل طنجرتين كتير كبار لأنه العجين كمان بينفش. هلا كمان من ضمن التجهيزات، انا مثل ما خبرتكم من قبل انه لما يجي لعندي ضيوف بحب انه اقعد معهم واكسب كل دقيقه معهم، فبحب جهز ضيافتي من قبل. جهزت السفره، سفره العيد يلي شفتوها من قبل، يعني بحيث انه لما اكون قاعده معهم اغلي الشاي، صبه، ضيفهم، الحلو، القهوه، كله موجود قدامي، وكمان بتطلع سفره مرتبه يعني. هلا هون بعد ما وصلوا بسم الله ما شاء الله، اليوم كان كتير هيك حافل بالضيوف. وصلوا ضيوفي وكمان وصلني ضيوف تانيات، اجوا كمان خالاته لزوجي، يعني نحنا بلشنا تجهيزات الحرة باصبعه وعم بغلي قهوة، كمان اجوا خالاته لزوجي جايين هن لتحت لبيت حماي، بس حبوا كمان انه يطلعوا يعيدوا علي. الصراحة اجتمع اليوم ببيتي اكثر من 20 شخص، بسم الله ما شاء الله، وكتير كتير اكيد انا كنت مبسوطة، يعني كل الحبايب تجمعوا من العيلتين. وهون عالم عم ترق العجين، عالم عم تقطع، عالم عم تقطع الكزبرة، يعني التجهيزات كلياتنا سوا. صراحة ما كتير تعبت وكتير كتير انبسطت فيهم. وهون خالتي الله يخلي لي اياها يا رب، هي كانت مستلمة الطبخة، حبيت انه هي تطبق لنا اياها بايدها. واكيد مثل ما بتعرفوا هيك ايد الكبار لما بتلمس الطبخة بيصير فيها بركة ونكهة غير شكل. يعني قد ما نحن حاولنا تطلع معنا الاكلة طيبة، بس لما الكبير اللي بيكون موجود بحط ايده بالطبخة بتطلع الطبخة غير شكل. هون كمان بنات خالي كمان اجوا اليوم مع خالتي، يعني جايين كترة بسم الله ما شاء الله، حبوا انه كمان يعيدوا علي، وانا قلت لهم انه تعالوا بناكل سوا حرة باصبعه. فهون عم يرقوا العجين، حبيت ورجيكم كيف بينرق عجين الحرة باصبعه، بينرق كتير 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 منيح. بعدين بينضاف كمية كتير غزيرة من الطحين، ما تخافوا هذا كله رح ينخل. مثل ما شايفين هيك عبينا العجينة طحين. بعدين
هون خالتي كانت هي مستلمة التقطيع مثل ما شايفين، بيتقطع هيك على حلقات بعدين لمكعبات صغيرة. وهذا الطحين كلياته رح نتخلص منه، ما تخافوا، بس هاد بيساعد انه العجين ما يلزق ببعضه، بيطلع كتير مفرفد. طبعا انا هون شو كنت عم بعمل يا حزركم، هن عم يشتغلوا وانا نازله تصوير عم صور لمتابعيني. قلت لها لخالتي انه انا بدي صور لمتابعيني وصفه الحرة باصبعه كامله، وخالتي عم تحاول تزبط لي حوالي الكاميرا، وانا عم اقول لها عادي يعني انه نحن عم نطبخ في شويه طحين في نتورة، ما في مشكله يعني مثل اي حدا هو عم يطبخ بيطلع معه شويه عجقه وكركره، ما في اي مشكله. وهلا بعد ما خلصنا تقطيع العجين مثل ما شايفين مكعبات كتير صغيرة، هلا بدنا ننقلهم كتير منيح بهالطريقة هاي. بدنا نتخلص من كل شي طحين زايد. وهلا هون انا عم صور لكم، يعني عم حاول صور لكم كل شيء لقطات سريعه. طبعا خالتي يعني في شغلات ما لحقت تصورها، هي عم تطبق الطبخه. هلا هون قسمنا العدس لطنجرتين، فحبينا انه بدل ما نعمل مثلا طنجره كتير كتير كبيره وتطلع مو راكزه، حبينا انه نقسمهم وبيطلعوا هيك اطيب ومفرفدين اكتر. هلا هون ضفنا التمر الهندي وكيلو من زيت الزيتون. التمر الهندي اللي شفتوه نص كيلو تمر هندي طالع لي شي كيلو كيلو ونص، حامض هو. وفي عالم بتحب تضيف بدال التمر الهندي دبس رمان كمان بصير، بس هي اصولها بالتمر الهندي. فهون قسمنا العدس، ضفنا زيت الزيتون، ضفنا التمر الهندي بهي المرحلة مثل ما شايفين. قسمنا الطنجرتين يعني مثل بعض. انتوا وقت اللي بدكم تعملوا حراق بصبع وحبيتوا تعملوا فيكم تعملوا نص الكمية. هون بلشنا ننزل العجين، ونحن طبعا مستمرين بالتحريك كرمال ما يلزق ببعضه. هلا هو ما رح يلزق لانه في كمية زيت كتير منيحة. ما تنسوا هي الخطوة، بتضيفوا زيت الزيتون قبل ما تنزلوا العجين على المرق. وهون انا خلص قلت لهم اليوم انا رح استلم لكم التحريك، يعني انه كرمال ما يلزق العجين بسفل الطنجرة، لانه قد ما حاولنا انه ما يلزق بيلزق العجين لانه تقيل. وهون ضفنا الكزبرة الخضراء، يعني هي الأكلة نكهتها بالكزبرة الخضراء. هلأ هون فتنا بنقاش حاد نحن خالتي بدها تضيف كزبرة يابسة، بدها تضيف بابريكا حلوة، بابريكا خشنة ناعمة، بدها تضيف فلفل أسود. فأنا وبنات خالي خلص قلنا لها أنت حطي لها طنجرة التوابل اللي بدك إياها، نحن ما بدنا، نحن خلص خلينا طنجرة بدون كزبرة ناعمة، يعني اللي هي بذر الكزبرة في عالم بتقلها، وفلفل أسود وفلفل أحمر، يعني بدها تضيف كتير توابل. فقلنا خلاص إنه العالم أذواق سبحان الله، قلنا اعملي لنا طنجرة هيك وطنجرة هيك. وهون كمان الصبايا كانوا عم يجهزوا البصل الأخضر وعم يجهزوا الفجل. يعني هاي الأكلة بتحب جنبها الزوزقة مثل ما بيقولوا، والمخللات كتير طيبة جنبها. أنا هون كابسة مخلل لفت، هذا أنا مالي مورجيكم إياه بس كتير كتير طلع طيب. هون مثل ما قلت لكم خالتي ضافت التوابل اللي بدها اياها، ويعيشوا ايديها الصراحه كانت النتيجه غير شكل. يعني هي شو ما ضافت وشو ما طبخت خالتي انا بحب من تحت ايديها، الله يخلي لنا اياها يا رب. هون عاد بقى بلش السكب وبلش التزيين. بسم الله ما شاء الله، سكبنا شي 5 هيك جاطات كبار. وبعدين بعد ما اجوا الضيوف اللي حكيت لكم عنهم خالاته لزوجي، هن مرت عمه وسلفاتي، انا كنت عازمه سلفاتي ومرت عمو انه لهي الاكله كمان انه يجوا معنا. فلما اجى الضيوف لعندهم لتحت قالت لي مرت عمو خلص بنطلع نشرب عندك فنجان قهوه بعدين بننزل لتحت. فاكيد كمان سكبت لهم سكبه وبعثت لهم اياها، سكبت لهم جاطين مرتبين وداقوا كمان الحره باصبعه بالعجين. مثل ما قلت لكم في عالم كتير ما بتعملوا بعجين، يعني العالم اغلبها انه بتستسهل طريقه المعكرونه، بس هو اصوله بهي الطريقه. هون خالتي عم تزيننا، بعدين قلت لها خلص اعطيني خليني انا ساهم بهالطبخه وساعدك وزين انا الزبديه تبعي. هدول الجاطين اللي شايفينهم بعتناهم لبيت حماية. وهون هذا الخبز والبصل يلي مقليته خالتي وجايبته، يعني هي كمان مو طيبه بلا الخبز المقلي والبصل المقلي على الوجه، والكزبره الخضراء اكيد شيء اساسي فيها. هلا هون بلشنا ترتيب السفرة، وهي الزبدية اللي أنا زينتها. هو يعني كان ناقصها شوي شي أحمر رمان بس نحن ما لقينا. انتو بتزينوها كيف ما بتحبوا، يعني حسب الرغبة، بصل بلا بصل بلا كزبرة كمان بيصير، بما انه في كزبرة جواتها كمان يعني بتطلع كتير طيبة. وهي سفرتنا لليوم كانت جاهزة. أنا الصراحة حبيت إنه أعمل لهم معه مثلا مقلايتين باذنجان، ما خلوني، قالوا لي هي الأكلة ما بيلبق لها شي، خلص بتتاكل هيك لحالها على حلة.
لأنه هي شوي تقيلة. فعن جد الواحد من كتر ما هي طيبة وحامضة الواحد بيقبل فيها، فما بيقبل شي جنبها أبدا. هاي كانت سفرتنا لليوم، الحمد لله يعني على هالجمعة وعلى هاللمة الحلوة، والله انبسطت فيهم كتير. يعني شرفتوني، إذا أنتم عم تتفرجوا على الفيديو كتير انبسطت فيكم. أكيد ختمناها بكاسة مليسة كرمال ترتاح هيك شوي معدتنا بعد العجين اللي أكلناه. هن كمان جايبين لي معهم حلو، كنافة نابلسية ومدلوقة كمان، ختمناها بفنجان قهوة. هذا يعني آخر الشي. وقطعت حلو، الله يسلم إيديهم وأهلا وسهلا فيهم. بدي أقول لخالتي كمان شكرا كتير على المساعدة، شكرا كتير لأنك خالتي ولأنك موجودة بحياتي، والله يسلم إيديك يا رب. اليوم تعبتي معي، وأكيد ما كان ناقصني بهالجمعة غير أمي، الله يجمعني فيها يا رب. ادعوا لي اجتمع فيها ونعمل أكلاتنا سوا. وهلا بدي أورجيكم الهدايا يلي إجتني. جاني هون طقم فناجين، هذا مرت عمي جابت لي إياه. يا عيني بسم الله ما شاء الله، كتير حلو ناعم ومرتب، تعريقته كتير حلوة. الله يجبر بخاطرك يا مرت عمي ويسلم ايديكي، الله يخلف عليكم. هدية كتير حلوة ومرتبة. لو عرفانة رح تجيبي لي فناجين ما كنت اشتريت لما نقلت على بيتي. نفسه جايبتلي 12 فنجان، يعني 6 ب6 دزينة. واجاني هون كمان خالة امي كمان كانت عندي امبارح، الضيوف اللي اجوني يعني بتكون اختها لستي كمان جايبتلي كاسات كمان، شكرا كتير كتير. وفي كمان بنات خالي جايبين لي معهم حلو، بنات خالي جايبين لنا معهم حلاوة الجبن، الله يسلم ايديهم يا رب. يعني نحن من النوع اللي بالعيلة لما بيكون حدا عازمنا على اكل ومنروح ما بنحب نروح ايدنا فاضية، ما بعرف اذا انتم مثلنا. اي والله الله يسلم هالايدين يا رب. يا مرحبا، كيف حالكم حبايبي؟ ان شاء الله بخير، طمنوني عنكم. كيف الهمة بعد العيد؟ رجعتوا هيك لنظامكم وروتينكم اللي دائما متعودين عليه؟ اليوم رح اعمل معكم الرز ببازاليا بطريقة بسيطة وعلى طريقتي. بدي احط لها رشة من الفلفل الاسود. عندي هون 300 جرام من اللحمة طبعا مدهنة، يعني هاي الأكلة كل ما كانت مدهنة أكثر كل ما أطيب. اللحمة عندي إياها مقطعة على الصيخ، إذا بتحبوا كمان فيكم تستعملوا لحمة ناعمة. هلا بدي أضيف عليهم نص كيلو من البازاليا. هلا بدي اضيف عليهم تقريبا كاسين من المي، ما بدي اضيف لهم كثير كرمال يستووا بشكل صحيح وما تروح كمان طعمة البازاليا. وهلا للرز انا بحب استعمل الرز الطويل، بحسه اخف على المعده وبيطلع لذيذ اكثر بالرز البازاليا. اليوم انا جايبه رز بسمتي هندي، خلينا نجربه ونشوف النتيجة سوا. عندي كيلو كامل من الرز، هلا بدي اعمل له غسيل. بدي اغسله اكثر من وجه لحتى تطلع المادة اللي بيضة اللي جواته اللي هي النشا. بس تصير عندي المي رايقة بكفي، ضل بغسل وبكب عنه المي. بعد ما غسلته كتير منيح بدي انقعه لمدة نص ساعة. وهلأ هون البازاليا نشفت المي عندي اللي حطيتها. طبعا هو كمية المي انتوا اللي بدكم تحطوها بترجع لكم حسب البازاليا اللي عندكم. انا البازاليا اللي عندي ما تحملت شي، بسم الله ما شاء الله، يعني مدة 20 دقيقة كانت مستوية عندي. شايفين كيف؟ بس تدوب عندي بهالشكل هاد بتكون صارت عندي جاهزة. هلا بتركها لحتى تنشف المي اللي فيها كتير منيح، وبدي ملحها. راح اضيف لها معلقة صغيرة من الملح بتكفي، لانه كمان هلا الرز كمان بدي اضيف له ملح. هلا بنرجع بنغطيها لمدة 5 دقايق بتكون عندي جاهزة.
هلا بعد ما نقع الرز كمان عندي لمدة نص ساعة صار وقت انه اطبخه. بضيف شوي من الزيت النباتي. انا للرز الابيض بشكل عام اذا كان للرز ببازاليا او لغير اكلة بحب قلي كم حبة من الهيل، يعني بتعطيهم نكهة كتير طيبة. هلا بس تطلع عندي ريحة الهيل بنضيف الرز. هلا بدي اضيف الرز. هلا بدي اضيف لهم معلقتين صغار من الملح. مثل ما خبرتكم انا عندي هون كيلو من الرز تمام. بدي اضيف له كمان شوي من الهيل الناعم، يعني الصراحة انا بحس هذا الرز نكهته بالهيل، وكمان ربع معلقة من الفلفل الاسود. هلا بنطفي على البازاليا صارت جاهزة، وعادي فينا نستعمل المعلقة تبعها ما بخالف. بدي اعمل تقليبة للرز كرمالي تتغلف حبة الرز بالزيت، يعني انا بحس البازاليا هي اضافات، واي اضافة تانية ما بيعود رز ببازاليا، خلاص اصوله هيك. هلا كل ما بنحسه تقلى عنا شوي بنرجع بنشقلبه شقلوبة. مستمرين تقليب الرز، شايفين كيف الحبة تغلفت تماما بالزيت. هلا بدي اضيف عليهم المي بده يكون غمران تمام، مو اكتر ولا اقل، لانه هذا الرز رز كبسة يعني ما بياكل كتير من المي. الطنجرة شوي قديمة عندي بس انا الصراحة كتير بحب استعمالها للرز، بحسه بيتفرفت فيها. اما الطناجر الجداد بحسهم حيطهم عالي فالرز ما بياخد راحته. الطنجرة تمام مثل هاي، شايفين لسه لهلا بدهم شوية مي. هيك بنظبط الحواف كتير منيح بحيث انه ما يضل عنا ولا رزة برات المي. لا بنغطيهم نتركهم لحتى يغلوا، بنوطي عليهم النار. هلا بعد ما الرز غلى عندي على نار هادية. هلا بعد ما الرز نشف عندي لمدة 10 دقايق بدي اعمل له تقليبة بهالشكل هذا من تحت لفوق بحيث ما يتخبص عندي الرز ابدا. نرجع بنغطي عليه. هلا جنب الرز ببازاليا ما في اطيب من البصل الاخضر. عندي هون حزمتين من البصل الاخضر بدي انضفهم كتير منيح. واكيد جنب الرز ببازاليا ما بيصير الا لبن بخيار. الخيار بده يكون كتير ناعم. هلا بعد ما قطعت الخيار بشكل كتير ناعم بدي اضيف عليهم نص كيلو من اللبن. انا اليوم رح اعمل كمية قليلة من اللبن بخيار بحيث انه اذا زاد عندي لبكرة رز ببازاليا برد بكرة بعمل طازة ما في مشكلة. بدي اضيف عليهم ربع معلقة من الملح. بدي اضيف عليهم كمان معلقة صغيرة من النعناع اليابس. بدي ابرش عليهم كمان سنة من الثوم. هي خطوة اختيارية، فيكم كمان اذا ما بتحبوا نكهة الثوم الني فيكم تستغنوا عنها. يعني هو اللبن بخيار كتير في عالم بتعمله، بس كمان في صبايا جديد متزوجة ما عم تعرف تعمله. كرمال هيك حبيت اعمل كل شي اليوم بشكل كامل. وهلا
بدي اخلطهم بشكل كتير منيح. هذا اللبن اللي عندي السوائل فيه منيحة، يعني انتوا اذا حسيتوا اللبن جميد فيكم تضيفوا له كمان نص كاسة من المي. شايفين قوامه غير شكل. وهلأ صار الوقت انه نسكب الاكل. طبعا اول اشي بدي اسكب صحن تمرت عمو. بحب دائما وقت اللي بدي ابعت اكل لحدا، لاي حدا بيكون، اذا مرت عمو او اي حدا غيره، بحب اسكب من راس الطبخة، يعني كرمال هيك تكون سكبة مقدرة. شايفين على هالرز؟ بسم الله ما شاء الله، كل حبة واختها. حلاوة هذا الرز انه كتير ابيض، يعني الصراحة لونه بشهي. وكمان بدي زينهم باللازانيا. بيت عمو بيحبوا البازاليا اكتر من الرز، كرمال هيك رح ندعمه. طبعا فيكم تزينوها بالمكسرات كمان بيصير، يعني هي رز البازاليا اذا عملتوها بهي الطريقة تنفع كمان للعزايم غير شكل. هاي سفرتنا لليوم صارت جاهزة. على قلبنا وقلبكم بألف عافية يا رب. هاي البصل ايه صارت جاهزة السفرة، يلا تفضلوا.